دي مش كيكة ولا بسبوسة ولا اي حاجة من الاتنين دول. دي قطمة ناعمة وطرية وبتدوب دوبان مع تشريبة حلوة كده هتديها طراوة وهشاشة ما حصلتش. احلى قطمة ممكن تاكلوها، ولا بسبوسة تفشل منكم ولا كيكة تهبط معاكم. الرهوني هي الحل السحري لكل الناس اللي بتفشل منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي نص كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من السمن، عندي كوبايه وربع من دقيق السميد ويكون بتاع الاكياس الجاهز، عندي كوبايه وربع من الحليب وكوبايه وربع من الدقيق ومعاهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، عندي كوبايه الا معلقه كبيره من السكر. هبتدي ان انا انزل البيض بتاعي في الطبق وحطيت معاه باكت من الفانيليا البودر. تقدروا تستعملوا الفانيليا السايله، لكن انا حابه لونها يكون فاتح شويه فحطيت فانيليا بودر. بدات ان انا بايديا كده او بالخلاط، تقدروا تعملوا الخطوات دي في الخلاط عادي، ان انا اضرب البيض مع السكر، وبعد كده هننزل بشكل تدريجي بالزيت والسمنه بتوعنا. عايزه اقول لكم ريحه السمنه يا جماعه بتخليها وهميه، بتبقى حلوه قوي حرفيا، بتبقى خطيره. وبعدين نزلت باللبن وقلبت، وبعد كده هبدا ان انا اقلب بالدقيق. انا ما قطعتش الفيديو عشان تشوفوا قد ايه هي ما بتاخدش وقت وسهل. بمجرد ما الدقيق بتاعي اختفى هنبدأ بنفس التقليبة كده. الفيديو بس متسرع شوية، لكن انا مش بقلب بنفس السرعة دي، ايدينا تكون هادية علشان ما تعضمش معانا والسميد بتاعنا ما ينشفش. احنا يدوب كده بنقلب واحدة واحدة علشان تختلط بشكل كويس قوي. اول ما السميد بتاعنا بيختفي خلاص الخليط بتاعنا جاهز. في طاجن او بايركس او الصينية المتوفر عندكم، يكون مقاسها واسع شوية، لو عايزين ارتفاعها قليل، لو عايزين ارتفاعها عالي فحطوها في صينية صغيرة. هنخبزها في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180، هتاخد معانا نص ساعة بالظبط. علشان نعمل بقى احلى شوية سيرب او شربات هنحتاج لكوباية ونص من السكر، ومعاهم معلقة كبيرة مليانة على الاخر خالص، يعني ما يعادل تقريبا معلقتين من عسل الجلوكوز، وعندي كوباية ونص من المية وهديها عصرة نص ليمون. الكلام ده كله هنحسب له اول ما هيغلي، هناخد بالظبط 6 دقايق على النار وهيكون جاهز معانا. بعد ما يخرج ادوله حتة زبدة بلدي كده علشان تبقى ريحته خطيرة. الرواني بتاعتي خرجت من الفرن واللهم بارك واخده لون خطير. اهم تركية علشان تنجحها معاكم ان انتوا ما تسقوش على مره واحده. احنا هندي شويه من السيرب بتاعنا وبعدين نستنى زي ما انتوا شايفين كده بتبدا تشرب، هندي شويه تانيين وهكذا لحد ما نخلص كل الكميه بتاعتنا. وبعدين بقى تقدروا تزينوها باي حاجه تفضلوها، ولكن عايزه اقول لكم ان جوز الهند معاها بيبقى خطير، فاخترت ان انا اديها شويه كده حلوين قوي من جوز الهند وكم حبة كده من عين الجمل. وعايزة اقول لكم اللهم بارك، ريحتها خطيرة، طرية كده وبتدوب، بتتقطع بسهولة، حلوة قوي قوي، ومش هتبطلوا تعملوها من كتر ما هي قد ايه جميلة وسهلة ومش بتاخد وقت. ما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير للفيديو، وتسيبوا لي كومنت لطيف زيكم علشان دعمكم بيفرق كتير. هتمنى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم. لايك وشير كتير للفيديو، حلوين، صحة وهنا.